طبعا على الكهرباء، معاناة الكهرباء. يا رئيس الوزراء، رحمة للعباس سوي الكهرباء. الكهرباء لعبت نفسي، لو تطب الظهر عندنا تشوفها مجطلة الوادم كانها تبسي، وعنده واحد من اخوتي لو تشوفه تقول من قد الحرارة كان عبسي. المشكلة أنا بابوي، المشكلة أنا بابوي، تدري بي حج كبير يعني قاعد، الحج خبرنا الحقيقة كل ربع ساعة وسألنا على التقاعد. هاي زين، شوف حاله شلون من تطفى القوة وهي شرجو واقفة وماكو مولد، يعني من قد الحرارة شوف حجينا التوه، وين أهل الرحم صاح، رحمة للعباس شغلوا للهوى، بعد ما أصبر ثواني وأنا وأمه وكل أخوتي نهف قمنا بالصواني، الما يهفي يدق له تنكي، وأنا شغله بطلته واشتغل للحج بنك. انت شوف شلون عيشه، انت شوف شلون عيشه، بس اروح شويه غاب صح حجينا بعد شو ناقص ريشه. وطاح متن من التهف وطلع بعيونه حمار، انه فوق الضيم كله يقول هذا الهوا حار. قلت له قابل سبل ثاني، انت ما تشوف المصيبه قاعد نهف بصواني، شلون اشد بظهره حلفه واحط واتر بذاني، وراح اتربس بصدري، واذا صار الهوا حار بصون دوري شو لظهري. الله الله يا رياض، سادة المشاهدين الكرام، مثل ما سمعتوا ومثل ما شفتوا شلون رياض سخر من الكهرباء، وهي دعوة، ونوجه دعوتنا احنا من خلال قناة السلام الفضائية إلى كل الأخوة المسؤولين والساسة وصناع القرار السياسي في هذا البلد إن شاء الله، أن يلتفتوا إلى هؤلاء الناس، إلى أن يلتفتوا إلى مظلوميتهم. الكهرباء يعني ايش ما نقول عنها، ما نفي الطروحات صارت كثيرة، يعني بدينا حتى نمل، يعني هذا الموضوع حتى يعني بدأ يزعج الناس كثيرا، وإن شاء الله هي دعوة صادقة أن مسؤولين على الكهرباء يا رياض يبعدوك عن الحلفة ويبعدوك عن التهفية للوالد. إذا راح هسه نسمع من فريق ما